فيلمنا بيبدأ مع برق بنزين اللي بيكون في حلبة سباق السيارات وبيعدي من السيارات بكل سرعة وخفة وبيمشي على الجدار وبيفضل يسابق لحد لما بيوصل للمركز الثالث وكينج المركز الأول وشينك المركز الثاني. والمعلق بيقول لنا إن برق بنزين وشينك وكينج متعادلين الموسم ده في النقط، واللي هيكسب السباق ده هيكسب كاس البستون أعظم كاس في العالم. وبنشوف بنزين وهو بيعدي من شينك وبيستفزه بكلامه، وشينك بيخبطه في ظهره وبيفقده السيطرة وبيخرج بره السباق، بس بنزين بيرجع السباق مرة تانية وبيكون المركز الأخير. وشينك بيخبط عربية تانية وبيفقد السيطرة عشان يعطل كل السيارات ويوقف بنزين، والعربيات كلها بتخبط في بعض وبنزين بيجري بسرعة عالية ومش بيخبط في أي عربية وبيطير في الهواء من وسط العربيات وبيرجع للمركز التالت تاني، والجمهور كله بيشجعه وبيرفض إنه يغير الكاوتشات عشان يقدر يفوز. وشانك وكينج بيغيروا كاوتشاتهم وبيرجعوا كلهم للسباق، وبنزين بيبقى في المركز الأول وبيروح يحط بنزين ومش بيرضى يغير الكاوتش وبيكون سابق الكل بلفة، وبيبقى في الجولة الأخيرة اللي هيكسب فيها السباق. وقبل ما يوصل لخط النهاية الكاوتشتين اللي ورا بيفرقعوا وشينك وكينج بيجروا بسرعة عشان يوصلوا له وبيعدوا هما التلاتة من خط النهاية، وبنزين بيكون بيحتفل وفرحان جدا لانه شايف ان هو اللي اخذ المركز الاول. وفريق الصيانه بيتضايق جدا من بنزين وبيستقيلوا من الشغل بسبب معاملته اللي فيها غرور. وكينج بيروح لبنزين وبيقول له انه هو سريع جدا وموهوب بس الاتنين دول مش كفايه، وبينصحه انه يكون ليه مدرب وفريق صيانه كويس، بس بنزين مش بيكون مركز وبيتخيل نفسه وهو كسبان الكاس وشركه موتوركو العالميه بقت الراعي الرسمي بتاعه. وبيجي وقت اعلان النتيجه وبنزين بيلاقي نفسه متعادل مع كينج وشينك، وهيتم اعاده السباق بينهم هما الثلاثه، والسباق هيكون في كاليفورنيا بعد اسبوع، واللي هيكسب فيهم هياخد كاس البستون. وبنزين بيقابل جاز العربيه النقل بتاعته وبيقول له انه لازم يعمل دعايه للراعي الرسمي بتاعه، وبيروح بنزين وهو متضايق عشان يعلن عن المنتج اللي بيزيل الصدى للعربيات القديمه، وبينطلق مع جاز عشان يبداوا رحلتهم لكاليفورنيا. وبنزين وهو في العربيه مدير اعماله بيتصل بيه وبيهنيه على السباق الاخير وبيقول له انه ليه 20 تذكره ببلاش يوزعهم على اصحابه، بس بنزين بيزعل جدا لانه ما عندوش اصحاب، وبيطلب من جاز انه ما يريحش في السكه عشان يوصل اول واحد لحلبة السباق. وبالليل لما بينام بنزين بيسيب جاز لوحده في السكه وبيبدا ان هو ينام هو كمان، وبيجي 4 عربيات اشرار بيبداوا انهم يشغلوا مزيكا هاديه لجاز وبيخلوه ينام، وبيزقوا لبعض لحد لما بيفتح الباب الخلفي اللي فيه بنزين، وفجاه واحد منهم بيعمل صوت عالي جدا وجاز بيصحى وبنزين بيقع وبيتقفل الباب وبيكمل من غيره. وبنزين بيصحى بيلاقي نفسه في نص الطريق السريع وبيتفادى العربيات وبيجري بسرعه عشان يلحق جاز اللي سابه من غير ما يحس، وبيعدي من طريق جانبي وبيشوف عربيه بعيده وبيعدي القطر اللي بيكون جاي بسرعه عاليه جدا، وبيروح للعربيه وبيتفاجئ انه مش جاز، وبيلف بسرعه وبيدخل من طريق تاني عشان يطلعه للطريق السريع، والشرطي بيشوفه وبيجري وراه، وعشان هو عجوز مش بيقدر يجري بسرعه فبيطلع صوت عالي جدا، وبنزين بيفكر انه بيتضرب عليه نار، وبيوصل وهو بيجري القريه وبيقطع الاسلاك وبيجري بيها وبيدمر كل حاجه قدامه، والاسلاك بتتعلق في تمثال حديد وبيشده من مكانه وبيجري بيه، والتمثال بيكون فيه سن مدبب وبيدمر الطريق كله، وبيحاول يهرب بس الاسلاك بتكون مشدوده وبترجع التمثال لمكانه، والشرطي بيقبض عليه. وبنشوف جاز اللي مصدوم ومع الصحفيين بسبب اختفاء برق بنزين، والخبر بينتشر في كل انحاء العالم، وبرق بنزين بيفوق وبيلاقي نفسه متكلبش ومحبوس، وماطم بيعرفه بنفسه وبيقول له انه هيتحاكم بسبب انه بوظ القريه بتاعتهم اللي اسمها نجع الريداتير، وبنزين بيقول له انه لازم يخرج بسرعه ويروح لكاليفورنيا عشان يلحق السباق، والشرطي بيجي وبيخلي ماطم يسحب بنزين عشان ميعاد المحكمه، واهل القريه في المحكمه كلهم بيرفعوا قضايا على بنزين لانه دمر الطريق وبوظ محلاتهم. والدوج بيوصل اللي بيكون هو عمده القريه وبيكون متضايق جدا بسبب اللي حصل، ولما بيشوف بنزين بيطلب من الشرطي انه يطرده لانه عربيه سباق ملهوش لازمه. وبتيجي سالي وبتقول انه لو مشي الطريق هيفضل بايظ ومفيش زباين هتيجي، وبتطلب من الدوك انه يخليه موجود لحد لما يصلح الطريق اللي باظ. وبنزين بيحاول يفهمهم ان عربيه سباق مشهوره وعنده سباق عالمي بس محدش بيصدقه، وبيوروا بنزين الماكينه اللي هيسفلت بيها الطريق، والدوك بيشرح له الطريق من البدايه للنهايه. وماطم بمجرد انه بيفك منه الكلبش بنزين بيجري بسرعه مهوله، بس بيلاقي البنزين مره واحده خلص منه، وبيشوف سالي والشرطي واقفين مستنيينه وبيقولوا له انهم فضوا تانك البنزين بتاعه وهو نايم عشان عارفين ان هو هيحاول يهرب. وبنزين بيكون متضايق جدا وبيبدا يشد الماكينه وبيشرح لماطم والموجودين انه عربيه سباق مشهوره، بس بيتريقوا عليه ومحدش بيصدقه. وبيسمع في الراديو ان شانك وصل لحلبة السباق وبيتدرب هناك، وبيعمل كمان اعلان لشركه موتوركو، وبيفهم ماطو ان لو ما وصلش دلوقتي وكسب السباق مش هيشتغل في شركه موتوركو، وبيأكد على ماطم انه بمسافه ما يخلص الطريق هيمشي، وبيخلص الطريق في وقت قليل قوي، واهل القريه كلهم بيتصدموا لما بيشوف الطريق اللي باظ اكتر، فبيجي له دوكو بيقول له انه هيكسر الطريق من تاني ويرجع يسفلته، وبنزين بيقول له انه عربيه سباق مش عربيه قديمه وخرده زيهم، وساعتها دوك بيتحداه وبيقول له انه هيعمل سباق وهما الاتنين هيتسابقوا، ولو كسب هيسيبه يمشي، بس لو خسر مش هيمشي غير لما يسفلت الطريق كله ويرجع زي ما كان. وبنزين بيوافق وبيتريق عليه لانه كبير في السن، وبيبدا السباق وبنزين بينطلق بسرعه عاليه جدا
ودوك ما بيتحركش من مكانه نهائي، وبيطلب من ماطم انه يجي معاه عشان هيحتاجه. وبنزين بيكون بيجري بسرعه جدا وبياخد الملف مع التراب وبيفقد السيطره وبيقع من المنحدر على الصبار، وبيجي دوك وماطم وبيسحبوه بالخطاف وبيكون خسر السباق. وبنزين بيكمل تكسير في الطريق وهو متعصب بسبب ان الوقت بيعدي ودوك كمان بيتريق عليه. والصبح اهل القريه بيصحوا وبيتفاجئوا بالطريق اللي لسه متسفلت ورجع جديد تاني. وفي الوقت ده بيكون بنزين بيلف في الحلبة اللي خسر فيها وبرضه عمال يفشل. وبيجي له دوك وبيقول له لما يفرمل بالاربع عجلات، وبيقول له لو فرمل ولف شمال هيجي يمين، ولو فرمل ولف يمين هيجي شمال. وبنزين بيتريق عليه وبيمشي، وفعلا لما بيجي يلف يمين وهو مفرمل بيتحدف شمال وبيقع في الصبار. والشرطي بيروح لماطم وبيقول له انه هيحرس بنزين، وبيقول له ان التانك بتاعه ما فيهوش بنزين كفايه يطلعه على الطريق السريع. وبنزين بيكون متنرفز جدا وهو بيسفلت باقي الطريق بسبب ان كلام دوك طلع صح. وسالي بتطلب من المطافي انه ينضفه من التراب والصبار اللي في كل حته فيه، وبتشكره سالي عشان رجع الطريق احسن من الاول، وبتعزمه انه يبات في الفندق عندها الليله، وبيشكرها هو كمان عشان طريقتها بقت لطيفه معاه. وماطم بيجي البنزين وبيقول له انه مسؤول عن حراسته النهارده، وبيقول له انه هيوديه المكان يسليهم طول الليل. وبيروحوا هما الاتنين لمزرعه جرارات، وماطم بيروح في وش جرار وبيزمر وبيقلبه على ظهره. ولما الدور بيجي على بنزين بيعمل صوت عالي جدا وبيقلب كل الجرارات على ظهرهم، وبيصحى جرار كبير جدا وبيبدا انه يطاردهم، وبيجروا بسرعه جدا. وقبل ما الجرار يهجم عليهم بيخرجوا بره المزرعه وبيرجعوا للقريه في اخر لحظه. وفي الطريق ماطم بيقول لبنزين انه احسن واحد يقدر يسوق بظهره، وبيلف القريه كلها بظهره بسرعه وبدون ما يخبط في اي حاجه. بنزين بيقول له انه لو كسب السباق شركه موتوركو هترعاه، ودي شركه كبيره عندهم طيارات هليكوبتر وعربيات كتير جدا. وماطم بيطلب منه انه لو كسب يركبه طياره هليكوبتر، وبيقول له انه بقى اعز صديق ليه وبيمشي. وبنزين بيفرح جدا وبيقرر انه يركب ماطم الطياره، وبيروح على الفندق وبيقابل سالي وبترحب بيه جدا، وبتقول له انها سمعته وهو بيتكلم مع ماطم ان هيركبه هليكوبتر، وبتساله انه فعلا هيعمل كده ولا بمجرد ما يمشي من هنا هينساهم. وبنزين بيقول لها انه لو كسب السباق هيحقق له حلمه وعمره ما هينساهم، وبيدخل الغرفه بتاعته عشان ينام. وتاني يوم الصبح بيروح للشرطي يحط له بنزين عشان يقدر يتدرب على السباق. والدوك بيكون بيعمل صيانه للشرطي وبيقول لبنزين انه يستناهم بره. وبنزين وهو بره بيدخل الجراج بتاع دوك، وبالصدفه بيلاقي كاس البستون محطوط زي الخرده، وبيبص بيلاقي في الاخبار انه دوك بطل سباق عالمي، وبيشوف كمان انه اخد 3 مرات كاس البستون. ودوك بيجي وبيطلعه بره الجراج وبيقول له ممنوع حد يدخل هنا. وبنزين بيترجى يعلمه ويدربه، بس دوك بيرفض وبيقول له ان الكاسات دي حاجات تافهه مجرد كوبايات فاضيه. وبيدخل الجراج، وبنزين بيروح لاهل القريه وبيقول لهم ان الدوك فاز بالبستون 3 مرات ورا بعض وكلهم بيتريقوا عليه. وسالي بتطلب من بنزين انهم يتمشوا مع بعض ويتعرفوا على المدينه، وبيروح بنزين معاها وبيتمشوا مع بعض وبيفضلوا يجروا وينزلوا تحت الشلالات، وبيوصلوا لمكان فندق مهجور. وسالي بتقول له ان الفندق ده بتاعها وكان فيه زباين كتير جدا بيجوا، بس من بعد ما عملوا الطريق السريع ما بقاش حد بيعدي من قريتهم تاني. وبنزين بيستغرب ان العربيات ماشيين على الطريق السريع وسايبين الطريق القديم اللي مليان مظاهر جميله. وسالي بتقول له ان الهدف من الطريق ما كانش اختصار ولكنه كان الاستمتاع بالوقت. وبنزين بيشكرها على وقتها والفسحه، وبيقول لها ان هيجي يوم والطريق ده هيكون اقوى من الاول. ولما بيروحوا المكان للتدريب بيلاقي دوك بيتسابق مع نفسه بسرعه عاليه جدا، وبيتفرج عليه وعلى مهارته وخبرته في السباق. وبيروح وبيقول له انه ما شافش حد زيه، ودوك على طول بيمشي. وبنزين بيروح وراه للجراج وبيساله ليه اعتزل السباقات، ودوك بيقول له انه ما اعتزلش ولكنه عمل حادثه في الحلبه وبدلوه بعربيه تانية، وبيقول له ده بسبب ان عربيات السباق ما بيحبوش غير نفسهم وانانيين. وبنزين بيقول له انه مختلف ومش زيهم، ودوك بيقول له انه اكيد زيهم، وبيساله عن اخر مره اهتم فيها بحد ومش بيرد، وبيطلب منه انه يسفلت الطريق ويمشي. وتاني يوم الصبح بنزين بيكون خلص الطريق وبيقول لهم انه مش هيمشي غير لما يغير الكاوتشات بتاعته من عند بيجو، وكمان بيحط وقود وبيعمل ستيكر وغير شكله تماما. وسالي بتقول له انه ساعد كل شخص هنا في القريه. وسالي بتفرح جدا لما بتعرف انه صلح الكهرباء في المدينه كلها، والعربيات بتتمشى على الطريق الجديد ومبسوطين جدا بالاضاءه. فجاه بتظهر طيارات وعربيات كتير جدا وبيصوروا برق بنزين وبيسالوه عن اللي حصل وسبب اختفائه. وجاز بيجي وبيعتذر لبرق بنزين وبيقول له انه يركب عشان يوصله للسباق. ومدير اعماله بيكلمه وبيقول له ان العالم كله منتظر ظهوره في السباق. وبنزين بيروح عشان يودع سالي اللي بتشكره على كل حاجه عملها عشانهم، وبتطلب منه انه يروح عشان يلحق السباق. وبنزين بيركب في المكان بتاعه وبيمشي هو والصحفيين، وبتيجي لدوك مذيعه وبتشكره لانه هو اللي بلغ عن مكان بنزين. وماطم بيتضايق جدا لانه ملحقش يودع صاحبه، وبيوصل للسباق وبيكون في المركز الاخير، وبيخرج عن السيطره وبيطلع بره الحلبه لانه مش عارف يركز. وبيجي دوك وباقي المجموعه وبيشجعوه وبيقول له لو هيجري زي ما خلص الطريق هيكسب بكل سهوله. وبنزين بيرجع تاني للحلبه وبينفذ كل التعليمات من مدربه دوك، وبيقول له انه لازم يزود السرعه لانهم سابقينه بلفه. وبتيجي الكاميرا على دوك وبيشوفوا كل الجمهور، والجمهور كله بيشجعوا دوك وبيهتفوا باسمه. وبنزين بيجري بسرعه وبيعديهم وبيحاول انه يعوض اللفه. وبعد لفات كتير بنزين بيحاول انه يعدي من شانك، بس شانك بيخبطه عشان يفقد توازنه. وبنزين بيسوق بظهره زي ما ماطم علمه وبيحجز عليه عشان ما يعديش
بيرضاش منه، بس شانك بيخبطه وبيفرقع له الكاوتشات، ودوك بيطلب منه انه يروح على مركز الصيانه بسرعه، وبنزين على ما بيوصل بيجو بيغير له الكاوتشات في اقل من ثانيه وبيبهر كل الجمهور. وبيرجع بنزين وبيكون قريب جدا من كينج وشانك وبيقول له انه دي اخر لفه، وبيقول له عشان يكسب لازم ياخد اللفه الاخيره دي على الضيق، وبيعدي من شانك اللي بيخبطه عشان يفقد توازنه، وبالفعل بيفقد توازنه. قبل ما يفقد السيطره بيفتكر كلام دوك وبيرجع للحلبه وبيكون المركز الاول، وشانك ساعتها بيخبط الكينج وبيفقدوا السيطره وبيتدمر بالكامل. ولما بنزين بيشوف اللي حصل للكينج بيفتكر المشهد اللي كان فيه دوك زمان وبيفرمل على اخر لحظه، وشانك بيعدي وبيكسب. وبنزين بيرجع للكينج وبيزقه وبيقول له انه لازم يكمل اخر سباق ليه مهما حصل، والكينج بيقول له انه كده خسر بسببه كاس البستون. وبنزين بيقول له ان في حد قبل كده قال له ان الكاس ده عباره عن كوبايات فاضيه، وبيعدي بيه خط النهايه والجمهور كله بيشجعه بيهتف باسمه. ومدير شركه موتوركو بيروح لبنزين وبيهنيه على الشجاعه بتاعته، وبيقول له ان عاوزه يكون الوجه الجديد للشركه. وبنزين بيشكره جدا وبيقول له انه مش هيتخلى عن شركه مزيل الصدى اللي عملوا منه متسابق كبير. وبيرجع بنزين لنجا ريداتير وبيقابل سالي وبيخلي ماطم يجرب الهليكوبتر. الفيلم بيبدا بسفينه في قلب البحر، وعلى السفينه دي بيظهر العميل السري فين اللي بيكون في مهمه رسميه، وفجاه بتظهر سفينه حربيه وبتمنع السفينه من دخول الحدود والا هيموت. فبيمشي السفينه وبيسيب العميل فين اللي بيكون متعلق على جانب السفينه من غير ما حد ما يلاحظ وجوده. وبتوصل السفينه الحربيه لمكان مليان بالبترول، وفين بيستخدم الخطاف بتاعه وبيتعلق في الجدار بكل حرفه وبيمشي عليه وبيطلع فوق محطه البترول. وبيشوف البروفيسور صانع الاسلحه الخطيره وهو بيتكلم عن الكاميرا اللي عملها، وبيسمعه وهو بيتكلم مع واحد من العصابه على ان الكاميرا دي خطيره جدا ومهمه. والعميل فين بيصور الكاميرا وكل اللي بيحصل وبيحاول انه يقرب اكتر بالخطاف بتاعه علشان يسمع ويفهم اكتر، بس البروفيسور بيشوفه وبيؤمن العربيات تقتله. والعميل فين بيتشعلق بخطافه وبيجري منهم وبيحاول يهرب، وبيخرج زيت من الكشافات وبيزحلق العربيات اللي بتجري وراه، بس العربيات بيكونوا كتير جدا وبيطاردوه. فبيستخدم الرشاش بتاعه وبيوقع كل براميل البترول وبيفرقعها بالقنابل وبيدمر المكان كله، وبيجري بسرعه وبينط في البحر وبيقدر يتحول لمركب علشان يهرب. بس السفينه الحربيه بتجري وراه وبتضرب عليه نار وبيفجروه، لكن العميل فين بيكون لسه عايش وبيحول نفسه الغواصه وطلع 4 كاوتشات علشان يفهموا ان هو مات. وبنشوف ماطم اللي بيستخدم الخطاف بتاعه وبيسحب بيه العربيات البايظه علشان يوديها للصيانه، والعربيه البايظه بيتكلم مع ماطم وبيعرفوا ان بنزين كسب بستون 3 مرات، وبيفرح ماطم وبيجري على القريه لما بيعرف ان بنزين رجع من السباق الاخير بتاعه، وبيروح يسلم عليه وبيكون فرحان جدا لانه شافه. وبنزين بياخد ماطم وبيروح للمتحف بتاع دوك اللي في القريه وبيقول له انه كاس البستون اتغير وبقى اسمه كاس دوك ستون، وماطم بيقول له انه لو الدوك كان لسه على قيد الحياه كان هيكون فخور بيه جدا. وبعد كده ماطم بياخد بنزين وبيجروا على قضيب القطر وبيروح لعربيه نقل كبيره وبيزمروا وبيخدوه فبيتقلب على ظهره وبيتبسطوا جدا. وبيروح بنزين بالليل يتعشى في الفندق بتاع سالي، والعربيات رجعت تزور المكان تاني زي الاول. وماطم وهو في الفندق من جوه بيسمع في الاخبار قصه العربيه جيربوكس اللي كان في رحله استكشاف حول العالم، وفي الرحله اكتشف وقود من مواد طبيعيه غير مضر للبيئه، ومن ساعتها اخترع وقود اولانول. وعلشان يثبت للعالم ان الوقود الجديد قوي جدا هيعمل سباق ويدعي فيه كل المتسابقين المشهورين، وبيقول للمذيع ان البنزين بقى غالي على عكس الوقود الجديد، وبيعرفوا ان في السباق اللي هيعمله كل المتسابقين هيفولوا من وقود اولانول. وبيتصل بيهم فرانسيسكو بطل السباق الايطالي واللي بيبقى مشارك في السباق وبيتريق على بنزين لانه مش هيشارك في السباق، وبيقول للمذيع ان سرعه بنزين جنبه ولا حاجه. وماطم بيتصل بالبرنامج وبيقول له فرانسيسكو ان بنزين احسن سياره سباق في العالم واكيد هيكسبه وهو مغمض. وفرانسيسكو بيتريق على بنزين وبيقول له انه خايف يشارك في السباق لانه واثق انه هيخسر. وبيدخل بنزين وسالي الفندق وبيشوفوا ماطم، فبنزين بياخد التليفون من ماطم وبيكلم فرانسيسكو وبيستفزه وبيقول له انه هيشارك في السباق علشان هو اسرع منه بكتير وكمان هيكسبه بكل سهوله. فبيفرح جيربوكس والمذيع وكل اهل القريه لان بنزين هيشارك في السباق. وسالي بتطلب من بنزين انه ياخد ماطم معاه علشان يساعده، وماطم بيفرح وبيتحمس جدا وبيغير بنزين شكله وبيستعد للسباق، وبيركب الطياره مع لويجو وبيجو وماطم وعربيات تانية كلهم متجهين لطوكيو. وبيوصلوا وماطم بيكون سعيد ومنبهر من جمال المدينه، وبيروح المكان الحفله اللي هيتجمع فيها كل عربيات السباق. وبنزين بيطلب من ماطم انه يتصرف بهدوء لانه مش في نبع لجاتير، بس ماطم مش بيفهم قصده وبيتصرف على طبيعته، وبيروح يتكلم مع فرانسيسكو اللي بيتريق على بنزين. وبيجي جيربوكس اللي بيشكر كل المتسابقين على حضورهم. وفي الحفله بنشوف العميل فين اللي بيتقابل مع هول وبنعرف انها عميله سريه وبيركبوا الاسانسير مع بعض، وبتقول انهم لسه ما يعرفوش الكاميرا اللي هو صورها دي بتعمل ايه، وبتقول له ان الاقمار الصناعيه اكتشفت ان محطه البترول اللي هو كان فيها موجوده تحت اكبر مخزن بترول في العالم، وبتقول له انهم هيقابلوا كمان شويه عميل سري قدر يصور العربيه اللي مسؤوله عن حقول البترول. وماطم بيكون بيتمشى في المكان وبيجرب الاكل الياباني، وفي نفس الوقت ده جيربوكس بيشكر بنزين لانه هيشارك في السباق. وماطم بيجي وهو بيصرخ بصوت عالي وبيشرب من الميه بسبب ان الاكل اللي اكله حراق، وبيقول للكل انهم ما يجربوهوش، وبيضحك عليه الكل بسبب تصرفاته الغريبه. وبنزين كمان بيتضايق من تصرفاته، وفجاه ماطم بيخرج زيت وده معناه انه عربيه قديمه وبيتسبب في احراق بنزين، فبيطلب منه ان هو يروح يعمل صيانه وبيعتذر
بيعتذر لجيربوكس عن اللي حصل، وماطن بيدخل الحمام ومتطور جدا ومستغرب من نفسه لان دي اول مره يخرج زيت، وبيدخل عربيه قديمه الحمام وفجاه بيغير شكله وبيكون هو ده العميل السري اللي معاه الصور، وبيبعت العميل GPS لهول عشان تروح تقابله، وفجاه بيجي عربيات بتهاجم العميل وبيدمروه قبل ما ياخدوا منه الصور. ماطن بيفتح الباب وبيعطلهم وبيقول لهم ان محدش يستخدم الحمام علشان شكله بايظ، والعميل بيستغل الفرصه وبيزرع في ماطن الجهاز اللي فيه الصور، وبتقابله هول وبتفكره ان هو العميل السري، وبتتكلم معاه وبتقول له عن كلمه السر، وماطن كالعاده بيهبد وبيقول اي حاجه وبتطلع صح، وهول بتقول له انها هتقابله بكره في حلبه السباق، وماطن بيفرح جدا وبيفكر ان هول معجبه بيه. وفي الوقت ده العصابه بتكون قبضت على العميل وبيمولوه بوقود اولانول، والبروفيسور بيقول له ان الوقود لما بيتعرض للاشعه فوق البنفسجيه بينفجر على طول، وبيطلع الكاميرا اللي بتكون بتصدر ضوء فوق الاشعه البنفسجيه، وبيوري له صور كل العربيات اللي في الحفله، وبيعرف من رده فعله ان ماطن هو اللي معاه الصور، وبيشغلوا الكاميرا لاعلى مستوى وبينفجر. وبنشوف المعلقين وهم بيشرحوا السباق اللي هيكون مكون من 3 مراحل، مره في اليابان والمره الثانيه في ايطاليا والمره الثالثه في بريطانيا، وبيبدا السباق بسرعه عاليه جدا، وبنشوف بنزين وفرانسيسكو بيعدوا من المتسابقين وبيوصلوا للمراكز الاولى، وهول والعميل فين بيستغربوا من وجود ماطن في الصيانه، وبنشوف بنزين اللي بيجري بسرعه عاليه عشان يلحق فرانسيسكو اللي في المركز الاول، وماطن بيفكره بحركه دوك اللي علمها له، وفعلا بنزين في الملف بيفرمل على التراب وبيكون المركز الاول، وبيوصلوا للطريق المتسفلت وفرانسيسكو بيجري بسرعه عاليه علشان يلحق بنزين، والعصابه في الوقت ده بيشغلوا الاشعاع وبيفجروا عربيه من السباق، وبيشوفوا ماطن وبيتحركوا علشان يقتلوه، وهول بتشوف ان في عربيات كتير في اتجاهها لماطن فبتطلب منه انه يتحرك عشان تقابله، وماطن بيسالها انه يتحرك لانهي طريق، وفي الوقت ده بنزين بيفكر ان ماطن بيتكلم معاه فبيخرج بره الحاره، وفرانسيسكو بيعديه وبيبقى الاول، وبيخرج ماطن بره السباق اصلا وبيدور على هول وبيجي فين بسرعه وبينقذه وبيدمر العربيات اللي من افراد العصابه، وماطن بيكون واقف مش فاهم اي حاجه، وبنشوف بنزين اللي بيجري بكل سرعته عشان يجيب فرانسيسكو، بس فرانسيسكو بيفلت وبيكسب السباق وبيكون المركز الاول، وماطن بيسال هول هتيجي امتى، فهول بتقول له انها هتقابله بس بعد ما العصابه تمشي، وبنزين بيجي لماطن وبيساله ليه خلاه يطلع من الحاره اللي هو كان فيها، وماطن بيقول له انه كان بيتكلم مع صاحبته هول والكلام ما كانش ليه خالص، وبنزين بيزعق لماطن وبيقول له انه هو غلطان انه وثق فيه، وكمان بيقول له انه مش محتاج مساعدته، وماطن بيحزن جدا وبيقرر انه يرجع نجع ريداتير، والمعلقين بيشرحوا لنا ان في 3 عربيات الموتور بتاعهم ولع في السباق وممكن يكون السبب وقود اولانول الجديد، وبنشوف ماطن في المطار وهو حزين بسبب انه خسر بنزين السباق، وبيجي له العميل فين متنكر في عربيه بوليس وبياخده معاه، وهما بيتكلموا بيشوفهم فردين من العصابه وبيطاردوهم، وفين بياخد ماطن وبينط من الشباك عشان يهربوا، وفين بيخلي ماطن وش للطريق وبيخرج عربيات صغيره وبيقلب واحد منهم وبيضرب صاروخ وبيفجر الصاروخ اللي بيطاردهم، وبتيجي هول بالطياره اللي المفروض هيركبوا فيها، وفين بيسحب ماطن وبيركبوا الطياره في اللحظه الاخيره، وفي الوقت ده بنزين بيقرا الرساله اللي سايبها له ماطن وبيقول له فيها انه بيعتذر له على اخطائه ورجع نجع ريداتير، وفي الطياره هول بتسحب الصور من الجهاز اللي موجود في ماطن وبيشوفوا الصور مش واضحه ومش واضح مين هو رئيس العصابه، وماطن بيقول لهم ان الموتور ده وحش جدا وقديم بس صاحبه مركب قطع غيار اصليه، وفين بيفرح جدا وبيقول لهم انه عارف مين اللي بيبيع قطع الغيار دي، وبيقول للطيار انه يوصلهم لباريس، وبيوصلوا لباريس وبيقابلوا التاجر وبيسالوه عن الصور بتاعه الموتور، وبيقول لهم ان لسه بايع قطع غيار لعربيات قديمه عندهم اجتماع في ايطاليا، وبيقرروا انهم يرجعوا لايطاليا عشان اكيد زعيم العصابه هناك، وهم في القطر اللي بيوصلهم لايطاليا بيشوفوا فيديو للعربيات القديمه اللي تركب لهم قطع الغيار، وبيشوفوا عربيه ونش زي ماطم، وبتيجي فكره لهول انها تغير شكل ماطم عشان يقدر يتجسس عليهم ويكون واحد منهم ويعرف مين هو رئيس العصابه، وبيحطوا له الجهاز اللي بيغير شكله بكل سهوله، والعميل فين بيقول له انه هيزوده بالاسلحه عشان لو اتحط في اي ظرف خطر، وبنشوف بنزين اللي بيكون وصل لايطاليا وبيوصل لاهل لويجو وبيجو اللي بيفرحوا جدا بلقائهم، وبيروح عم لويجو البنزين وبيساله هو ليه متضايق، فبيحكي له بنزين وبيقول له عن اللي حصل مع ماطم، وعم لويجو بيقول له مش مهم انهم اتخانقوا، وبيقول له كمان ان الصديق اغلى من كنوز الدنيا كلها، وبنشوف المعلقين اللي بيتكلموا عن السباق وبيجي جيربوكس اللي بيقول ان وقود اولانون نضيف جدا وما فيهوش اي مشاكل، وبنزين بيستعد للسباق وفرانسيسكو بيستفزه وبينطلق السباق، وهول بتروح للعربيه اللي شبه ماطم وبتطلب منه مساعده عشان في عربيه عطلانه، وماطم بيتنكر في شكل الونش ده وبيقف مع افراد العصابه، وبيدخلوا الاجتماع والبروفيسور بيجي وبيقول لهم ان الزعيم مش هيعرف يجي، وبيكلمهم الزعيم من الشاشه ومش بيكون باين منه حاجه غير الموتور، وبيقول لهم انه مش هيعرف يجي بسبب ان عنده عطل، وبيقول لهم انهم هينتقموا النهارده من كل العربيات اللي اتريقوا عليهم لانهم عربيات قديمه، وبيوروهم المتسابقين وهم بينفجروا بسبب وقود اولانول، وهول بتشوف مكان الكاميرا اللي بتدمر العربيات فبيتحرك فين وبينط من فوق الاسطح عشان يطلع له، وبيوصل بس بيطلع فخ وبينسحب بالمغناطيس، وفي الاجتماع الزعيم بيقول لهم ان كل العربيات هتكره الوقود الجديد لانه خطر وهيرجعهم يستخدموا البنزين من تاني، ولان هم عندهم اكبر احتياط وقود في العالم فكل العربيات هتكون تحت سيطرتهم، وبيستخدموا الاشعه وبيفجروا معظم العربيات في السباق، وبنزين بيعدي بسرعته من فرانسيسكو وبيكسب السباق، والاخبار بتقول ان محدش وصل لخط النهايه غيرهم هما الاثنين، وجيربوكس بيقول ان مش هيجبر المتسابقين في المرحله الاخيره انهم يمولوا من وقود اولانول، وهول بتحاول انها تنقذ العميل فين بس بيقبضوا عليها افراد العصابه، وماطم في الاجتماع بيلاقي بنزين على الشاشه وبيقول انه هيمول في السباق الاخير من وقود اولانول، وزعيم العصابه بيقول للبروفيسور ان بنزين لازم يموت، وماطم لما بيسمع كده بيتخض وبيخبط الجهاز وبيتكسر وبيغير شكله وبيتكشف قدامهم، بس قبل ما العربيات
العربيات تهاجمه بيخرج الرشاش بتاعه وبيضربهم وبيدمر كل شيء، وبيستخدم الباراشوت وبيهرب وبيطلع خطافه وبيمسك في المركب عشان يروح لبنزين ويحذره، بس بيقع والعصابه بتقبض عليه وبيدخلوه في المقطوره وبينيموه بالغاز. وبيفوق ماطم وبيلاقي نفسه مربوط، وهول وفين مربوطين هم كمان في الترس بتاع ساعه لندن. وافراد العصابه بيجوا وبيجهزوا الكاميرا عشان يقتلوا بنزين، وبنوصل للحلبه وبنشوف بنزين مع كل اهل القريه اللي بيدوروا على ماطم لانه ما رجعش لنجع ريداتير. وبنزين بيكون عاوز يسيب السباق ويدور على صاحبه، بس سالي بترفض وبتقول له انه يركز في السباق وهم هيوصلوا له. وجيربوكس بيجي وبيشكر بنزين لانه مول من وقود اولانول وبتمنى له المكسب. والملكه ايزابيل بتعلن عن اطلاق السباق، وكل العربيات بتجري بسرعه وبنزين بيكون في المركز الاول وفرانسيسكو الثاني. والعصابه بيوجهوا الكاميرا على بنزين وفي اعلى مستوى، بس مش بيجرى له اي شيء ولا بينفجر. والبروفيسور بيطلب منهم انهم يستعملوا خطه البديله، وبيسيبوا ماطم وفين وهول وبيمشوا. وماطم بيستخدم الرشاش وبيقطع الحبل وبيروح عشان يساعدهم. والعميل فين بيطلب منه انه يروح يحذر بنزين من العصابه وهم هيعرفوا يخرجوا، وماطم بينطلق عشان يروح يحذر بنزين. وبتستخدم هول الخطاف بتاعها وبتحول الساعه للعكس وبتقطع الحبل اللي بينهم، فبتتحول لطياره عشان تنقذ بنزين. بس بيكتشفوا ان العصابه هم اللي خلوا ماطم يهرب لانهم زارعين فيه قنبله، وبمجرد ما يقرب من بنزين هيفجره. وبيخرجوا بسرعه عشان يلحقوا ماطم، بس ماطم بيكون وصل للحلبه عشان يحذر بنزين. بس فين بيتكلم مع ماطم وبيقول له ان القنبله مزروعه جواه. وبيجي بنزين وبيفرح برجوع ماطم، وماطم بيحاول يهرب عشان ما ينفجرش، وبنزين بيجري وراه عشان يعتذر له. وبنزين بيقرب جدا من ماطم، والبروفيسور بيدوس على الزرار بس مش بينفجر لانه بعيد عن الاشاره. وبنزين بيتشعلق في الخطاف بتاع ماطم، وماطم بيستخدم النفسات وبيخرج بره الحلبه. والبروفيسور بيكون رايح بنفسه عشان يقضي عليهم، بس فين بيمسكوا بالخطاف، فبتظهر سفينه كبيره وبتسحبهم بالمغناطيس. بس فين بيخرج قنابل وبتمسك في المغناطيس وبتفجر السفينه. وهول بتوصل وبتضرب العربيات اللي ورا ماطم. وبنزين بيتصدم لما بيعرف ان في قنبله مزروعه جوه ماطم. وفين بيجي بالبروفيسور وبيقول له انه يعطل القنبله، بس بيقول لهم ان القنبله معموله ببصمه صوت الزعيم، وبيبدا العد التنازلي. وبتوصل العصابه من كل مكان وبيحاصروهم، بس بيجوا اهل نجع ريداتير وبيهاجموا العصابه. وهول بتطير وبتخبط العربيات في بعض، وفين بيربطهم ببعض وبيدمرهم. وبيجو بيجي عشان يفك القنبله بس مش بيعرف عشان المسامير قديمه. وماطم بيفك كل حاجه وبيسحب معاه بنزين وبيجري وبيشغل النفاذات وبيستخدم الباراشوت وبيطير هو وبنزين. وبيروح ماطم للملكه ايزابيل وبيحاصروهم لما بيعرفوا انه مزروع فيه قنبله، وبيقول لها عن جيربوكس ان هو السبب في كل اللي بيحصل، وهو اللي خرج زيت في الحفله لانه مغيرش الموتور بتاعه زي ما قال. وبيقول لهم انهم لو فتحوا الكبوت بتاعه هيشوفوا نفس الموتور اللي في الزعيم. وجيربوكس بينكر كلامه وبيقول له ان هو اللي اخترع الوقود الجديد واكيد مش هيدمر سمعته. بس ماطم بيرد عليه وبيقول له ان هو اللي كان مغير صوته واخترع الوقود ده عشان يدمر بيه العربيات، لانه عنده اكبر احتياط بترول في العالم وبكده يقدر يسيطر على العالم كله. وقبل ما القنبله تنفجر بثانيه جيربوكس بيقول للقنبله تتعطل، وبيطلع كلام ماطم صح والشرطه بتقبض عليه. ولما بيشوفوا الموتور هو نفسه اللي في الصوره. والملكه ايزابيل بتشكر ماطم وبتكرمه، وبيرجعوا كلهم لنجع ريداتير تاني. وفول تانك بيقول لبنزين انه ما انفجرش لانهم فولوه من البنزين العضوي بتاعهم مش وقود اولانول. وبعد كده بيعملوا سباق في نجع ريداتير وكل المتسابقين بيجروا، وبيعدي بنزين من فرانسيسكو وكل العربيات بيفرملوا على التراب زي دوك ما كان بيعمل. وماطم بيودع العميل فين وهو بيديله النفاسات هديه منهم. الفيلم في حلبة السباق، وبنزين بيكون بيتسابق على كاس البستون وبيعدي من كان وبيكون في المركز الاول، وبيساعدوه كل اهل القريه. وبنزين بيروح عشان يغير الكاوتش وبيرجع تاني للحلبة وبيعدي من المتسابقين كلهم وبيكسب السباق. وبنعرف ان بنزين وكان اصحاب جدا وبيعملوا دايما مقالب في بعض، ومره بنزين يكسب ومره كان يكسب، وبتستمر المنافسه بينهم. وفي سباق تاني بيكون بنزين وكان بيتسابقوا وبيعدي واحد بينهم بكل سهوله اسمه ستورم وبيكسب السباق. وبيروح بنزين عشان يهني ستورم بالمكسب، بس ستورم بيكون مغرور في رده وبيقول له انه كان مثله الاعلى بس دلوقتي ولا حاجه وبيمشي. وبنشوف شانك اللي بعد ما اعتزل بقى مذيع وفرحان بخساره بنزين جدا. وبتيجي المذيعه وبتعرفنا ان ستورم سريع جدا لانه مصنوع من احدث الخامات للجيل الجديد في العالم. وبنرجع للحلبة وبنشوف ان في 6 عربيات من الجيل الجديد بيشاركوا في السباق، وبنشوفهم وهم بيتسابقوا بكل سرعتهم. وبنزين بيحاول انه يعدي من ستورم، بس ستورم بيعدي بكل سهولة وبيكسب السباق. وبتعدي الايام والسباقات وبيفضل ستورم يكسب كل السباقات لانه بيتدرب على المحاكي الجديد، وبنزين لسه بيتدرب على التراب زي زمان. وبنزين بيتضايق جدا لما بيعرف ان صاحبه كان هيعتزل السباقات، وبيسأله عن السبب وبيقول له ان شركة موتوركو اتعاقدوا مع متسابق من الجيل الجديد وهو حاسس انه ما بقاش ليه لازمة، وبيشكره على الذكريات اللي عملوها مع بعض. وبنزين بيتصدم اكتر لما بيعرف ان كل المتسابقين اللي من الجيل القديم اعتزلوا وما تبقاش غيره وسط كل العربيات اللي من الجيل الجديد اللي سرعتهم عاليه جدا. وبينطلقوا في السباق الاخير اللي بيكون من 500 لفه على كاس البستون، وبنزين بيعدي بسرعته من بين العربيات وبيروحوا عشان يغيروا الكاوتشات. وبنزين بيخلص بسرعه قبل ستورم وبيكون في المركز الاول، بس ستورم بيقرب منه بكل سهوله وبيقول له انه خلاص راحت عليه والمفروض يعتزل. وبنزين بيزعل جدا بسبب كلامه وبيحاول انه يعدي من المتسابقين اللي عدوه، بس العجلات بتاعته مش بتستحمل
وبيفقد السيطرة وبيتقلب وبيتدمر تماما زي ما حصل مع دوك زمان. وبنرجع بعد كده لنجع ريداتير بعد الحادثة ب4 شهور، وبنزين متصلح وبيتفرج على دوك لما اتدمر واعتزل بعدها السباقات. وسالي بتروح لبنزين وبتطلب منه انه يتدرب اكتر ويكمل، وبنزين بيرفض وبيقول لها انه خايف على تاريخه من الفشل، وبتقول له سالي انه ما يخافش من الفشل لانه اساس اي نجاح. وبيتحمس بنزين وبيقرر انه يرجع للحلبة من تاني ويتدرب اكتر عشان يهزم ستورم المتكبر. وبيروح يشكر اهل القرية كلهم لانهم دايما بيدعموه جنبه، وبيفرحوا كلهم لانه هيرجع للسباقات من تاني. وبيكلم مديرين شركة ازالة الصدى وبيقول لهم انه لازم يتدرب بتقنيات حديثة، وبيطلبوا منه انه يقابلهم تاني يوم عشان محضرين له مفاجأة. وبيروح بنزين يرش لونه من جديد وبياخد لويجي وبيجو وبيدخلوا جوه مقطور الجاز وبيودعوا الكل وبيمشوا. وبيوصلوا شركة مزيل الصدى اللي بقت متطورة جدا، ولما بيدخل بيلاقي الرقم بتاعه عاملينه تمثال كبير. وبيجوا المديرين وبيقولوا له انهم باعوا الشركة لرجل اعمال غني لانهم معهمش الامكانية اللي يقدروا يشتروا بيها التقنيات الحديثة لمساعدته. وبيجي ستيرلينج رجل الاعمال وبيرحب ببنزين جدا وبيقول له انه من اشد المعجبين بيه، وبيشكر بنزين المديرين القدام على كل اللي عملوه عشانه. وبيستكشف المكان اللي بيكون مليان بالستيكر وصوره في كل حتة. وستيرلينج بياخده وبيغير شكله وبيوري له المركز اللي بيتدرب فيه المتسابقين. وبنزين بينبهر جدا بالمكان والتقنيات الحديثة اللي بيدربوا بيها. وبنشوف كروز اللي بتكون هي المدربة اللي بتدرب العربيات الحديثة، وبتقول لبنزين انها متحمسة جدا عشان هتدربه. وبيبدأ بنزين التدريب مع كروز، وبنزين بيتضايق من الطريقة الجديدة في التدريب دي وبيسيبها عشان يجرب التقنية الحديثة. وبتقول له كروز انه ما يجربش المحاكي غير لما يتدرب عليه الاول، وبنزين بيرفض وبيجرب المحاكي وبيجري باعلى سرعة عنده وبيفقد السيطرة وبيخبط في الجدران والكاوتش بيتفك من مكانه وبيخبط بسرعة عالية في المحاكي وبيتدمر. وبيروح لستيرلينج وبيعتذر له عن اللي حصل، بس ستيرلينج ما بيكونش متضايق جدا وبيوري له المنتجات اللي عليها اسمه، وبيقول له انه مش هيشارك في اي سباقات بعد كده، بس هيقدروا انهم يبيعوا كل المنتجات اللي عليها اسمه لانه علامة تجارية عالمية ويقدروا يكسبوا فلوس كتير جدا. وبنزين بيرفض وبيقول له انه هيشارك في السباقات، ولو خسر هيعتزل ويبيع كل المنتجات، ولو كسب هيفضل مكمل لحد لما يخسر وساعتها هيعتزل. وستيرلينج بيوافق بس بشرط ان كروز هي اللي تدربه. وتاني يوم بيروح يتدرب في الشاطئ وبيطلب من كروز انها تكون قريبة منه، وبيقف بنزين لما بيشوف كروز مش بتتحرك بسبب الرملة، وبيروح لها وبيفهمها ازاي تمشي على الرملة. وبعد محاولات كتير جدا بتقدر انها تمشي على الرمل، وبنزين بتكون سرعته لسه اقل من ستورم، فبيروح لحلبة سباق عشان يتدرب هناك. وبالليل بيغير شكله عشان محدش يعرفه، ولما بيدخلوا المتسابقين بيتصدم ان دي حلبة اصطدام سيارات مش سباق، وبيحاولوا انهم يهربوا من العربيات اللي بتطاردهم وعاوزين يدمروهم. وبنزين بيفكر كروز ازاي تهرب منهم، وبيجي باص بيقرب من كروز عشان يدمرها فبيلحقها بنزين على اخر لحظة، والباص بيتعصب جدا فبيجري ورا بنزين عشان يخبطه، بس بنزين بيتفاداه وبيقدر يخرجه بره الحلبة. وبتكمل كروز السباق وهي بتجري بتخبط عربية مية وبتتقلب وبتغسل بنزين وبترجعه لشكله الطبيعي، والجمهور كله بيفرح جدا بوجود بنزين والخبر بينتشر في كل حتة. وكروز بتكون فرحانة جدا لانها اول مرة تاخد جايزة، وبنزين بيلومها وبيزعق لها عشان اتسببت في كارثة، وبيقول لها بسبب انه عمال ينقذها من الكوارث سرعته مش بتزيد، وهو بيتعصب يوقع الكاس فبينكسر. وكروز بتغضب جدا وبتنزل من المقطورة، وبتقول لبنزين انها كانت بتحلم تكون متسابقة وواخداه مثلها الاعلى، بس عيلتها كانوا رافضين مع انها كانت اسرع عربية في المدينة كلها، وفضلت مستنية فرصة تجيلها بس ما حصلش، واشتغلت مدربة في الآخر. وبتقول له إنه هيلاقيها في الشركة وبتمشي. وبنزين في المقطورة بيشوف إن ستورم حقق رقم قياسي جديد في السباق الأخير، وبكده هيكسب السباق الأخير بنسبة كبيرة جدا. وشانك بيتريق على بنزين بسبب اللي حصل في حلبة التصادم، والمذيعة بتقول إن بنزين استحالة يكسب السباق بسبب سرعته اللي أقل من ستورم. وبنزين بيكلم ماطم صاحبه وبيقول له إنه حاسس إنه جه وقت اعتزاله بسبب سرعته اللي مش بتزيد، وبيقول لماطم إن الدوك لو كان لسه عايش كان هيساعده. وماطم بيقترح عليه إنه يروح لسموكي مدرب دوك وأكيد هيفيده بخبرته. وبيقرر بنزين إنه يروح لسموكي، وبيقابل كروز وبيديها الكاس بعد ما صلحوا، وبيقول لها انهم لازم يروحوا لسموكي عشان يساعدهم. وجاز بياخدهم وبيروحوا للقريه بتاع الدوك، وبيدخلوا الحلبه اللي كان بيتدرب فيها، وبيجري بنزين وبيقلد حركه دوك اللي علمها له، وبيخلي كروز هي كمان تقلده، وبيفرمل بسرعه وبيقابل سموكي اللي بيرحب بيهم في الحلبه، وبياخدهم سموكي للمتسابقين القدام وبيعرفهم على بنزين، وبيحكي لهم عن دوك اللي كان اسرع عربيه في العالم لحد لما جه عربيه اسرع منه وبيحاول يعدي منه، والمتسابق زنق عليه في الجدار ودوك عدى من فوقيه وكسب السباق. وبنزين بيفرح جدا بالمغامره اللي بيحكيها، وبيقول لسموكي انه لو ما كسبش السباق ده هيعتزل. وسموكي بياخد بنزين للجراج بتاع دوك اللي مليان صورهم وهم بيتدربوا مع بعض، وبيقول له ان دوك كان سعيد لما كان بيتسابق بس بقى سعيد اكتر لما كان بيدربك. وبنزين بيفتكر ذكرياته مع دوك اللي كان سعيد جدا بتدريبه. وسموكي بيبدا يدرب بنزين وكروز وبيخليهم يعدوا بين الجرارات من غير ما يلمسوهم، والايام بتعدي وبيفضلوا يتدربوا اكتر، وبنزين وكروز مستواهم بيتحسن جدا. وبالليل بيجروا في الغابه عشان يجروا في الحلبه اسرع، وبيعملوا كمان سباق بين كروز وبنزين، بس كروز بتبقى سابقاه بمسافه عشان بنزين يتحمس ويجري اسرع. وبيجري بنزين بسرعه كبيره جدا
بيعدي من كروز، بس كروز بتعديه وبتكسب السباق. فبيحزن بنزين جدا لانه كده مش هيقدر يكسب ستورم، وبيشكر سموكي وفريقه وبيمشي عشان يروح لمكان السباق الاخير. وفي المكان هناك المذيعه بتتكلم عن ستورم انه اسرع عربيه في العالم حاليا وهيكسب السباق ده بنسبه كبيره جدا. وفي الحلبه بنزين بيروح لسالي وموتم اللي جم عشان يشجعوه، وبيستعدوا العربيات للسباق، وبنزين بيكون الاخير عشان هو اخر واحد جه من المتسابقين. وبيكلموا سموكي في السماعه وبيقول له ان دوك هيكون فخور بيه جدا زي كل مره. وبيبدا السباق وبينطلق كل العربيات بسرعه كبيره جدا، وبنزين بيعدي بينهم زي ما سموكي دربه، وبيفضل يعدي بين المتسابقين. وستيرلينج بيطلب من كروز انها ترجع مركز التدريب عشان تجهز المتسابقين. ولما كروز بتطلب انها تتفرج على السباق بيتعصب عليها وبيقول لها انها مدربه مش عربيه سباق، وبتمشي وهي حزينه جدا. وبنزين بيسمع اللي حصل وبيفتكر كلامها لما قالت له انها ما بقتش متسابقه زي ما كانت بتحلم، وبيفتكر سرعتها وفرملتها على التراب. وفجاه بيخبط كل العربيات في بعض والموضوع بيكون اصعب على بنزين، بس بنزين بيقدر بسرعته انه يتفادى العربيات. وبيكلم كروز وبيقول لها انها ترجع لحلبه السباق بسرعه. ولما بيروح لمحطه الصيانه بيلاقي كروز مستنياه، وبيقول للويجو انه يحط لها كاوتشات السباق، وبيقول لها انها جات لها الفرصه عشان تثبت انها موهوبه، وبيكتب لها رقم 95 بتاع بنزين. وهي مش بتكون فاهمه اللي بيحصل. وبنزين بيقول لها ان دي فرصته الاخيره وهيديها لها عشان تكون فرصتها الاولى. وبتدخل كروز السباق وبتكلموا مذيعين انهم ما يقدروش يمنعوها لانها واخده رقم 95 ومشاركه في السباق. وبتكون كروز خايفه من شكل الجمهور، بس بنزين بيشجعها وبيتكلم معاها في السماعه وبيهديها وبيفكرها بكل حاجه كانوا بيعملوها في السباق مع بعض. وبتتحمس كروز وبتعدي من المتسابقين وبتتخيل ان العربيات كلهم جرارات، وبتسمع كلام بنزين اللي بيقول لها ازاي تعدي منهم. وبتعدي من المتسابقين بسرعه عاليه وبتروح تغير الكاوتشات، وبتفضل تعدي من العربيات بسرعه كبيره جدا، وبتفضل تعدي بينهم لحد لما بتوصل للعشره الاوائل، وبتعدي لحد لما بتوصل للثالث. وستورم بيهدي سرعته وبيقول لكروز انها استحاله تكسب السباق، وبيستفزها بالكلام وبيحطمها وبيمشي. وكروز بتحبط من كلامه وسرعتها بتقل والمتسابقين بيعدوا منها، بس بنزين بيشجعها وبيقول لها ان ستورم عمل كده لانه خايف من سرعتها لانها اسرع وممكن تكسب في اي لحظه. فبتفرح كروز وبتتحمس وبتكمل بسرعتها وبتعدي من المتسابقين اللي عدوها. وستورم بيتفاجئ وبيلاقي كروز وراه، وبتفضل في ظهره وبتستفزه وبتقول له انه بطيء جدا. فبنزين بيقول لها ان دي اخر لفه ولازم تكسب، فبتجري بسرعه عشان تعدي من ستورم، بس ستورم بيزقها على الحاجز عشان يدمرها. بس كروز بتنط من الحاجز وبتعدي من فوق وبتكسب السباق زي ما عمل دوك بالظبط. وبيندهش بنزين وكل الجمهور بيهتف باسمها وبتكون سعيده جدا باللي عملته. وبنزين بيفرح جدا لما شاف صورته هو وكروز في المركز الاول. وبيجي مدير شركه موتوركو وبيطلب من كروز انه يرعاها وتكون المتسابقه الجديده للشركه. وبتعدي الايام وبتكون كروز المتسابقه بتاعه موتوركو وحطت رقم دوك. وبنشوف بنزين اللي غير شكله ولونه وبقى شبه دوك، وكمان بقى المدرب الخاص لكروز، وبيعملوا سباق بينهم وبينطلقوا وبينفذوا حركات دوك على التراب. وفي النهايه لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه عشان نستمر في كل جديد. انا احمد ويلا، واللي كتب السكريبت ده القائد محمد عوض.